السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل فيديو جديد، هنعمل مع بعض البانيه الاقتصادي. مقادير سهلة وبسيطة. معايا هنا نص كوباية دقيق، ومعاها كمان نص كوباية مية وبيضة، والتوابل بقى بتاعتنا، وتوم مفروم، ملح وفلفل اسود، دي معلقة صلصة، ملح وفلفل اسود وبهارات فراخ، بابريكا، كركم. كل المقادير كده ايه على بعضها، ونقلب كده كله كويس مع بعضه بالشكل الحلو ده. يكون القوام طبعا يكون تقيل. بنحط الزيت بقى على النار يسخن، بحط طبعا دي تتبيله حلوه قوي اقتصاديه سريعه وحلوه قوي بصراحه. فحطيت فيها بقى الفراخ كده البانيه، وبعدين احطها بقى في الفيجيتار. ده كان فيجيتار ماشي، بطلع من الخلطة على طول احطها على الفيجيتار. وطبعا معانا زيت سخن، نحطه بقى كده ايه يتحمر. نعمل مع بعض واحدة كمان. طبعا الفيجيتار بقى ده كان بارد، اللي انتوا عايزينه بقى، عايزين تعملوه محامي او بارد زي ما انتوا عايزين. بانيه سهل قوي وما شاء الله طعمه حلو. جربوه ان شاء الله يعجبكم. متنسوش اللايك يا جماعة بالله عليكم. نبدأ نقلبه كده بعد ما اتحمر. طبعا انا هنا عملت معاه مكرونة زي ما انتوا عايزين بقى. احنا عملنا معاه مكرونة بيبقى حلو قوي. عايزين تعملوا رز بشعرية ماشي، موجود يعني. دي منا بقى يا جماعة، استنى معاكم واحدة كمان. يا رب سبحانك. يا حبة بس ايه تجرب كده معاكم، طلع بقى بالجمال ده. شايفين ما شاء الله حلو ازاي. جربوه وان شاء الله يعجبكم. بانيه اقتصادي وحلو قوي ما شاء الله. متنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا جماعة كانت سخنة قوي فمكنتش عارفة ايه اقطع منها. يلا مع السلامة في رعاية الله.